السلام عليكم ورحمة الله. أهلا مشتركي قناة زوب مغربية. في الموضوع ديالنا اللي غادي نهضروا عليه على كأس إفريقيا اللي غيتم التنظيم ديالها بالمغرب سنة 2025 بملاعب على برسومة فقط، كما خلاوها الإعلام الكرغولي المبردع وبعض الذباب ديالهم اللي كيجيونا هنا في التعاليق عندنا في القنوات المغربية، ولا في الصفحات المغربية، ولا في سميتو، ولا يعني في محاولة منهم أنهم يستصغروا التنظيم اللي غادا تقوم به إن شاء الله المملكة المغربية ديال كأس إفريقيا، واللي الحمد لله المغرب يعني ماشي هذه أول مرة ولا آخر مرة غادي ننظموا شي تظاهرة بحجم كأس إفريقيا. المغرب ننظم مجموعة من التظاهرات قبل، وإن شاء الله مازال في المستقبل تظاهرات أخرى بحال كأس العالم. آه كنبغي نوري الكراغيله هاد الصور هادو ديال وكنبغي نقول لهم عينكم من عدد العمال بملعب الامير مولاي الحسن. الامير مولاي الحسن ماشي الامير مولاي عبد الله، حيت كاين اللي كيتغالطوا اليوم. فملعب الامير مولاي عبد الله راكم شفتوا فين وصل في ظرف سنه بالعاصمه الرباط. الملعب يعني في الحله الجديده ديالو غادا تكون فيه ان شاء الله 22 الف متفرج، والملعب هو اللي غادي يحتضن مجموعه المنتخب الجزائري في بطوله كاس افريقيا 2025. هادشي لا ما نسحبوش الجيران ديالنا، باعتبار انهم ما غيلقاوش شي تخريجه باش انهم يديروا الرباط. راكم عارفين غادي يجيو ما غيلقاو ما يصوروا مساكن، يعني شي حاجه خايبه علينا ما غيلقاوهاش. الزليج اللوغو الزليج المغربي، يعني غيشوفوا مجموعه من الاشياء، وبالتالي فالانسحاب واحد 80% في انتظار ان الكاف تشدد الخناق على هاد يعني هاد التصرفات الطفوليه اللي كيديروهم الفرق الجزائريه وايضا المنتخبات ديالهم. بحيث انه ما كاينينش شي عقوبات صارمه، فنتمناو ان شاء الله، نتمناهم، انا كنتمناهم ينسحبوا، وكنتمناهم على انهم يتعاطاو مع عقوبات. فهذا هو الملعب الكراغيله اللي كنتو غتجيو، وانتم كتشوفوا الصور يعني ديال السواعد المغربيه اللي عندها تحدي، وان شاء الله غادي تفوز بهذا التحدي. وايضا كتشوفوا صور ديال الشكل النهائي ديال الملعب كما كتقولنا حنا، يعني كنعرفوا الرسمو. فها هو الملعب مرسوم بالشيشه. اوكي، ما كيفهموا في ديزاين، ما كيفهموا بلي هادشي راه يعني كاين مكاتب ومهندسين هما اللي كيصمموا الشكل، وهذا التصميم راه هو اللي كياخذ الوقت بعض الخطرات اكثر من البناء ديال الملعب في الواقع. فهذا هو الشكل ديال الملعب ان شاء الله. غادي يكون فيه 22 الف متفرج. غادي يحتضن المجموعه ديال الجزائر. هذا الشيء يعني لا جاو وحتى لا ما جاوش، يعني غادي تلعب المجموعه ديال الجزائر فيه. آه، المغرب ان شاء الله غادي ينظم هاد كاس افريقيا بمجموعه من الملاعب اللي ان شاء الله غادي يتم الافتتاح ديالها. ملاعب ما خداتش الوقت الكبير، على عكس الجاره ديالنا اللي ما يعني باقيين مقرشطين من هاد الجهه ديال انه الملاعب المغربيه باقا ما تبناش وغادي ينظموا كاس افريقيا. بالتالي هما مساكن كيسبقوا الفرح بلي قال لك حكا ما حكا المغرب غادي يتم سحب التنظيم منه. المغرب ما يقدروش يبنيو تيرانات، حنا راه ما استعناش بشركات صينيه كتخدم على قد الماديات اللي كيتعطاها. بالتالي نتوما بنات لكم واحد 4 الملاعب. كنا كنبقاو نشوفوا واحد الاسطوانه شحال هادي في مواقع التواصل الاجتماعي ما كاش منها. ملعب براقي، ملعب نيلسون مانديلا، ملعب فلان الفلاني عمركم ما ديروا بحالو. وهي ملاعب صينيه تبنات على ظرف 16 عام ولا ما عرفت. ومع العلم ان هاد الملاعب راه باقا مسدوده بحال دوك الطباصل اللي كانوا كيخبيوهم الامهات ديالنا الزمان حتى كيجيبوا الضياف. فبحال ما هكاك ومازال كيلعبوا في ملاعب اقل ما يقال عنها على انها رديئه. فعلى اي نخليكم واحد الفيديو ايضا ديال رضوان فروحي بالقرب من جنبات الملعب. هذا الملعب يعني اللي غادي تبنى ديال ملعب مولاي الحسن بالعاصمه الرباط، وطلعه اسطوريه على الكراغيله. تبارك الله عليكم وبالتوفيق للمملكه المغربيه، وايضا نداء المواطنين المغاربه. فكنتمنى على اننا نتعاونوا مع البلاد ديالنا في اننا يعني نحسنوا من بزاف ديال الحوايج. بحال مثلا لا جاو السلطات طلبوا منا اننا نقادوا الملك العمومي، طلبوا منا اننا نقادوا الواجهات ديال المنازل. فهاد الشيء راه يعني في صالح ديالنا، وفي صالح ايضا الجماليه ديال الاحياء، ونتمنوا الخير للجميع ان شاء الله. فرجه ممتعه. اخوان شوف معايا هذا. دابا هادشي اللي كتشوفوا من ورايا الخوت هذا هو ملعب مولاي الحسن. دابا هذا الملعب هذا شكون غيلعب فيه؟ غيلعب فيه المنتخب الجزائري الشقيق. انا بكل صراحه راه بحالي بحالكم كنتسائل كيفاش غيكون هذا الملعب، حيت الى حدود الساعه شوفوا كي داير ما كاين والو. حنا اليوم 29 جونفي بالمناسبه، حنا كنعرفوا الجزائر ناخذوها كمثال باش تبني ملعب بقات 16 عام.
ملعب اخر جلسوا فيه اكثر من 12 عام. دونك انا كنتسائل هذا الملعب باذن الله اللي غيجيو خوتنا يلعبوا فيه كيفاش غادي يكون من هنا. خصهم بالمناسبه يتسلم على الاقل واحد شهرين ولا 3 شهور قبل من كاس افريقيا. شوف معايا كي داير 22,000 ومازال ما كاين والو وفيه الباركينغ، وباذن الله هنا غيجي يلعب المنتخب الجزائري. بون غنصور لك من الداخل باش نخلي لك المفاجاه. شوفها باذن الله من هنا 8 شهور. حنا راه عندنا تجربه، راه الملعب ديال الرباط راكم شفتوا عام سالا، ولكن يا خو حيت الدراهم موجوده يا خو. هادشي اللي كتشوف دابا شوفوا من هنا عام باذن الله كي غيكون. ومرحبا بك هنا ان شاء الله في هذا الملعب هذا، وسميتو بالمناسبه ملعب مولاي الحسن. الاخوان في الجزائر نتوما جيو لابسين الجليج، المنتخب الجزائري الشقيق نتوما جيو لابسين القفاطن باش تلعبوا هنا. عقل عليها كي دايره. ونتلاقاو في كاس افريقيا باذن الله يا خو.